السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على جميل إحسانه، وصلاة ربي وسلامه على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في برنامج الفتاوى، وفي أولى حلقاته التي نتحدث فيها عن المسائل الفقهية المتعلقة بالصيام وأحكامه وشروطه وغيرها من المسائل الفقهية. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. مرحبا بك يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم ومشاركاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لراديو سلام. بداية يا شيخ حسن، هناك بعض الأسئلة المتعلقة بالصيام وأحكامه. ما هي شروط الصائم؟ بمعنى ما هي الشروط الواجبة توفرها في الصائم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي وفقنا لأن ندرك رمضان، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. فكم من أناس كانوا يتمنون ويرقبون أن يعني يشهدوا معنا رمضان، ولكن غيبتهم أو غيبهم الموت والأحداث التي نراها العالمية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الموتى ويتقبل يعني أعمالهم، وأن يرحم موتانا جميعا وموتى المسلمين، وأن يشفي كل مريض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين، وأن ينفس عنا جميعا في هذا الشهر المبارك. بالنسبة لشهر رمضان، بلا شك أنه من أفضل الشهور، والأعمال فيه من أفضل الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار الله سبحانه وتعالى عوالم الأزمنة والأمكنة وعوالم الإنسان، فاختار في الأشهر وفي الأزمنة شهر رمضان، ويعتبر شهر رمضان هو من أفضل شهور السنة. اختصه الله سبحانه وتعالى بجملة من الأمور، منها الصيام، ومنها القيام، ومنها تلاوة القرآن ونزول القرآن على وجه التحديد. واختصه سبحانه وتعالى بليلة هي من أعظم ليالي هذا الشهر، وهي ليلة القدر، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها وأن يجعلنا من المقبولين فيها. قبل أن نتكلم في مسألة شروط الصائمين، دعنا نؤكد ابتداء على أن صيام شهر رمضان هو من أركان الإسلام، وأنه فرضه الله سبحانه وتعالى بالآية التي تلوتها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكونه ركن يستدل عليه بحديث البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، ومنها صوم رمضان. فاستدلوا على الركنية بهذه، مع أن الآية نفسها تثبت الفرضية، فرض أن الصوم فرض من فرائض الإسلام، فهو فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم. ولما نقول فرض على كل مسلم، تلقائيا وضعنا الشرط الأول. لما نقول فرض على كل مسلم، كأنما نقول بأن غير المسلم لا يصح منه حتى لو وجب عليه. طبعا هذه مسألة فيها طبعا كلام كثير جدا. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يعني هل الكافر الآن وهو كافر مخاطب بالصيام وبالصلاة وبالصوم؟ هل مخاطب بها أم ليس مخاطب؟ الصحيح أن كل البشر مخاطبين بأحكام الله، مسلمهم وكافرهم، لكن أداؤها لا يصح إلا من المسلم. يعني لتصح منك الأعمال لابد أن تكون مسلما، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يصح منك بعد ذلك موضوع الأعمال والفرائض. فهذه التي يسميها العلماء بشروط الصحة. فأول شرط من شروط الصحة أن يكون الإنسان مسلما. وباختصار شديد يجمع العلماء مسألة الشروط في جملة من الشروط، فيها شروط الصحة وفيها شروط الوجوب وفيها ما يجمع ما بين الصحة والوجوب. فيقولون مثلا أن الصيام يجب على كل مسلم مكلف، والتكليف هذه يدخل فيها البلوغ ويدخل فيها العقل. أحيانا يفصلوها، يقول لك العاقل البالغ، يعني كل مسلم بالغ عاقل قادر سالم من الموانع،
مقيم. هذه تقريبا تكاد تجمع لك كل الشروط التي يمكن أن نطلق عليها شروط الصحة أو يمكن أن نطلق عليها شروط الوجوب. فبالنسبة لشروط الصحة لا يصح الصوم إلا من مسلم. الشرط الأول أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يكون قادرا، وهذه تدخل فيها بعد كده مسألة عدم القدرة، ستدخل فيها أشياء كثيرة جدا. عدم القدرة يدخل فيها الشيخ الكبير، ويدخل فيها أصحاب الأمراض، ويدخل فيها ممكن المرضعة، تدخل فيها الحامل. كل هؤلاء قد لا يكونون قادرين، لكن الآن لا نذهب في التفصيل في هذا الجانب. لكن نحن الآن الشرط الأول شرط الإسلام، الشرط الثاني شرط القدرة، الشرط الثالث موضوع التكليف. والتكليف يجمع دائما عند الفقهاء شرطين: شرط العقل وشرط البلوغ. البلوغ يخرج الأطفال ويخرج الصبيان من حيث الوجوب، فالصبيان لا يجب عليهم، ولكن يؤمرون به على سبيل التربية، ويؤجر أهلهم على ذلك. والصحيح أن كل صيام يصومه الصبي وحج وغيره من الصلوات تذهب لوليه الذي رباه حتى يبلغ، فإذا بلغ كانت هذه الأعمال كلها تعود إليه. وهذا طبعا من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس في أن يحضون أبنائهم ويحثونهم على مسألة الصيام، خاصة إذا كانوا ممن يقدرون على الصيام. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أبنائهم وهم صغار، حتى الأطفال كانوا يحرصون أن يأخذون عدد من الساعات يمتنعون فيها عن الطعام. إذن عندنا شرط الإسلام، وعندنا شرط القدرة، وخرج بالقدرة كما قلت الشيخ الكبير والمريض والحامل والمرضع، قد لا يكون قادرات أو عارض من عوارض القدرة. أيضا البلوغ يخرج قلنا الصبيان الصغار، والعقل فيخرج المجنون، ومن أغمي عليه إغماء تاما هذا لا يجب عليه. يعني كثير ما يدخلون وهم مرضى مثلا يدخل إلى غرف الإنعاش، فهؤلاء يسقط عنهم شرط الوجوب. إذن عندك الإسلام، عندك القدرة، وعندك العقل، وعندك البلوغ، وعندنا كذلك السلامة من الموانع. السلامة من الموانع غالبا نقصد بها الحامل والمرضع. فالحمل والحامل والحائض، الحائض والحامل، الحائض الحائض والنفساء، الحائض والنفساء، هذه وجود الحيض ووجود النفاس يعتبر مانع من موانع الصيام، مانع من موانع الصيام. فلا يصح، هذا شرط من الشروط، أن تكون سالمة. المرأة التي تريد أن تصوم يجب أن لا تكون من أهل النفاس ولا من أهل الحيض. هذه تقريبا باختصار موضوع الشروط التي يمكن أن نقول أنها لا بد من توافرها لمن أراد أن يصوم شهر رمضان. وطبعا هنالك تفاصيل يمكن إن شاء الله أن ندخل إليها من خلال الحلقة. طيب شيخ، أحيانا ينسى الإنسان أن ينوي الصوم فيصح صومه، وما حكم النية في الصيام بداية الصيام؟ هل لما يدخل رمضان من بداية رمضان هل ينوي، ولا لابد أن كل يوم في رمضان اليوم الأول ينوي، اليوم الثاني ينوي، اليوم الثالث ينوي؟ نعم، هنا طبعا عندنا موضوع الصيام. موضوع الصيام عندك أهم ركنين في الصيام. إذا كنا تكلمنا في الشروط فعندنا الأركان، أهم أركان الصيام. الركن الأول النية، والنية هي التي تميز بين العبادات والعادات. فكثير من الناس يمكن أن يمتنع عن الأكل والشراب استشفاء، ويمكن أن يمتنع عنه عدما، ويمكن أن يمتنع عن الأكل والشراب شبعا، وشبعا ما يريد يأكل ولا يريد يشرب، ويمكن أن يمتنع عن العلاقات الزوجية أيضا لأسباب كثيرة. فلا بد من النية. فالركن الأساسي في موضوع الصوم أن يكون ناويا، ينوي الصيام. والصيام هنا أقل شيء أن تكون النية مستصحبة بالنسبة لشهر رمضان من بداية الشهر، يعني تستصحب نية الصيام من بداية الشهر. وهذا ربما على الأقل يعني تسقط به على الأقل في العمل المتصل الذي ليس فيه انقطاع وليس فيه أي يعني شيء طرأ على الإنسان المكلف، فإن نيته في اليوم الأول، وأن يكون هذه النية بالليل
قبل الفجر أي قبل طلوع الفجر، لأنه إن طلع عليه الفجر وهو لم ينوي الصيام فإنه لا يعد في هذا اليوم صائما، تكون سقطت على الأقل مسألة هذا اليوم. وبالتالي لا بد من النية ليلا، لا بد من النية ليلا. الأمر الثاني عندنا أيضا قضية الإمساك، هذا الركن الثاني، أن يمسك عن الطعام والشراب والجماع وما في حكمهم. إذن هذين الركنين من لم يؤديها بشكل صحيح، ما نوى الصيام ولا أمسك عن الأشياء اللي ذكرناها اللي هي عن الأكل والشرب والجماع، فإنه أسقط الأركان، وإذا سقط الركن سقط الصوم كله. نعم. متى يحق للصائم الإمساك ومتى يحق له الإفطار؟ وهل هناك فرق في زمن الإمساك والفجر؟ مثلا إمساك متى يطلع الفجر على أساس نمسك عن الإفطار، ومتى يطلع المغرب على أساس نبدأ في الصيام؟ جميل، بس دعني السؤال اللي فات ربما نسيت منه جزئية، وهي موضوع الشخص الذي نسي النية ونام ولم ينوي وأصبح الصباح. هنا نفرق طبعا ما بين الفرض وما بين النافلة في موضوع النية على وجه التحديد. فأي فريضة صيام الفرض، وعندنا نحن الآن بالذات نتكلم عن صيام رمضان، لا بد أن يبيت الإنسان النية بالليل، يبيت نيته أنه، والنية قلبية بمعنى يعزم بقلبه أنه سيكون غدا صائما. وقلت في البداية أنه إذا نوى صيام الشهر من بدايته يكفي، إلا في حالة أن يحصل انقطاع للمرأة بالحيض مثلا 4 أيام 5 أيام حصل انقطاع، لابد تجدد النية. شخص سافر لابد أن يجدد النية. شخص مرض و4 أيام 5 أيام ما صام يجدد النية. لكن تكفي للصيام مثلا أنه والله هو ينوي منذ البداية أن يؤدي صيام، باعتبار الصيام كله حالة واحدة من اليوم الأول اليوم الأخير هو فريضة واحدة فيكفي فيها. ومنهم من قال على كل خروجا من باب التحوط، إذا أراد الإنسان أن ينوي كل ليلة فهذا أيضا يكون إن شاء الله أفضل، وفيه استحضار على كل استحضار معنى التعبد وكذا. فنفترض أن هذا الشخص مثلا نسي أن يكون نسي أن ينوي الصيام، نسي أن ينوي الصيام. طبعا مسألة النسيان هنا سيكون هنالك اختلاف بين من شخص نوى ودخل في الصيام ونسي بعد ذلك فأكل وشرب، وما بين ابتداء لم ينوي الصيام. فمن لم ينوي الصيام وبات وصبح عليه الفجر وأذن الآذان على الأقل، هنا هذا اليوم لا بد من قضائه، وفات عليه هذا اليوم، هو يظل يصوم هذا اليوم حرمة لرمضان، لكن عليه بعد ذلك القضاء وليس عليه الكفارة. فهذه تقريبا مهمة جدا في موضوع الصيام، وأهمية أن الإنسان يكون مستحضر دائما في كل ليلة أنه غدا سينوي إن شاء الله الصيام. بالنسبة للسؤال الثاني فيما يتعلق ب إيش كان السؤال؟ متى يفطر الصائم؟ الإمساك موضوع الإمساك. الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية هي الحاكمة في موضوع الوقت. وموضوع الوقت سنلاحظ بأنه يدخل معنا في تعريف الصوم نفسه. لو سئلنا ما هو الصوم؟ التعريف عند الفقهاء يقول لك هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وما في حكم ذلك على سبيل التعبد وليس على سبيل أمور أخرى، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تمام. هذا هو الصوم. إذا نحن عرفنا الآن نقطة البداية هي الفجر، الأذان الثاني وليس الأذان الأول ليل. وهنا طبعا أنا أنبه في أنه بعض البلدان طبعا تجدها تضع مسألة الإمساكية ومسألة الآذان وتربك الناس. هنا الآية واضحة أن الإنسان يأكل ويشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه البداية، يعني تظل أنت الليل كله تأكل وتشرب إلى لحظة دخول الفجر الصادق، بمعنى اللحظة المكتوب في الساعة إنه والله يا أخي طلوع الفجر أو الفجر، هذه هي اللحظة اللي على الأقل يعتمدها الآن أهل المدن. طبعا معتمدين قضية الساعات، والساعة محددة تماما متى يدخل عليك الفجر. هنا على كل من باب التحوط في العبادات، وهذا ما أنصح به، على الإنسان أن يضع على الأقل مجموعة دقائق قبل الأذان.
تمام. وهذه كثيرين ربما يعتبروا أن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتساهلون في موضوع من بيده طعام أو بيده شراب أو كان موضوع هذه كل الصحابة رضوان الله في آثار. لكن أنا بالنسبة لي أنظر إلى قول الله تبارك وتعالى في الحدود. أي حد وضعه الله سبحانه وتعالى نلاحظ أنه إما أن يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، أو تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالحد الذي يقول لك فيه الله سبحانه لا تعتدوها تقف عنده، يعني يجوز لك أن تذهب في الموضوع إلى إيه؟ إلى أن تصل الحد، لكن لا تعتديه. هنالك بعض الحدود يقول لك والله تلك حدود الله فلا شنو؟ فلا تقربوها. الآية في سورة البقرة بالنسبة لآية الصيام تلاحظ إيش قالت؟ فلا تقربوها. فلا تقربوها. فهنا كأنما والله أعلم أن والله اللحظة، لحظة طلوع الفجر الحدية هذه الأفضل أن لك لا تقاربها، امسك قبلها بقليل ولا تقف عندها، لأن الله ما قال لك لا تعتدوها. لو قال لا تلك حدود الله فلا تعتدوها نقف عند الحد. لكن الأفضل وهذا ما أميل إليه أن الإنسان قدر الإمكان يحتفظ لنفسه بمجموعة من الدقائق قبل أذان إيه؟ قبل أذان الفجر. وأما بالنسبة للإفطار فهو مع أذان المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا حث، وهذه من السنن والمستحبات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زالت أمته عليه الصلاة والسلام بخير ما أخرت السحور وعجلت إيه؟ عجلت الفطر أو الفطور. تأخير السحور تجعل سحورك دائما في أوقات متأخرة، يعني ما تحاول مثلا الساعة 12 الساعة 1 تتسحر وتأكل وتنوم وما في سحور، لأن هذا ما يضعف جسم الإنسان، وأيضا يفقد الإنسان البركة. ولاحظنا سبحان الله بركة السحور في حياة الإنسان. تمرات يأخذون الإنسان مثلا شوية ماء يشربه، فتلاحظ أثر ذلك وبركته سبحان الله على سائر اليوم. الشخص الذي يفوته السحور تلاحظ سبحان الله حتى لو ظن نفسه أنه أكل ليلا وكان شبعان، لكن هذه المسألة ملحوظة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها إلا لما فيه مصلحة الإنسان. فالشاهد أن السحور يعني يؤخر والفطر يعجل. والتعجيل المقصود به أنه بمجرد غربت الشمس لا تحاول أن تتأخر، لأن بعض الناس عندهم أيضا هوس الاحتياط بعد غروب الشمس، فيبقى في إشكال إنه والله يا أخي هل والله غربت الشمس ما غربت الشمس. الآن عندنا كثير من الأشياء اللي ممكن يتم من خلالها على الأقل التوثق من أن الشمس غربت أو لم تغرب. فهذه تقريبا مسألة التوقيت ما بين الأمرين. برضه في سؤال برضه على إنه مسألة التوقيت، هل الفطر نبدأ مع الأذان وبرضه السحور نمسك مع أذان هذا، لأنه في اختلاف الشفق الأحمر لا، بالنسبة للسحور أنا ذكرت إنه نحاول قدر الإمكان نجعل مجموعة من الدقائق قبل الأذان. تمام. لو أنا مثلا تبين لي إنه أذان الساعة 5 صباحا، أفضل أنك أنت تمسك مثلا 5 إلا 5 دقائق. تمام. عملا بقوله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وهذا الذي نميل إليه. أقوال الصحابة رضوان الله عليهم تعتبر لأصحاب الحوائج، يعني شخص مثلا فعلا هو ما بدأ في الأكل أو كان في يده كوب من الماء، هذه كلها تستصحب لأصحاب الحوائج الخاصة. ولكن الأصل أن الإنسان يكون جاهز قبل وقت للسحور، وينهي على الأقل قبل مجموعة من الدقائق من طلوع الفجر حتى لا يقارب الحد. بالنسبة للإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعجيله، الأفضل أن مجرد أن غابت الشمس أفطر، مجرد أن غابت الشمس. هنا طبعا بعض الناس ينتظر إلى أن يعني يحصل نوع من دخول شيء من الليل، وبعض الطوائف أو المذاهب أيضا ذهبت إلى أن تخرج النجوم. هذه كلها لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الصحيح أنك أنت مجرد أن غابت الشمس وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي الليل يبدأ من لحظة إيه؟ الغروب، لحظة الغروب، والمغرب تبدأ من لحظة الغروب. فهذا هو الصحيح في موضوع الإمساك من حيث البداية ومن حيث النهاية. وكمان في سؤال شيخنا، أنه هل لو أذن الفجر وكان السحور كان يتسحر الصائم وأذن لأذان السحور بيبدأ اليوم الثاني، هل الصوم صحيح ولا غير صحيح؟ على كل إذا كان هو واضع الطعام وكان يأكل وأذن عليه الأذان عليه أن يمسك، يعني لا يتمادى،
لا يتمادى في الأكل. وهنالك كما ذكرت بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليه أن الإنسان يكمل ما بيده، يكمل ما بيده من طعام أو شراب، لكن الذي ننصح به دائما في مثل هذه المسائل أن الإنسان يضع اعتبار لصومه قدر الإمكان، وألا يقارب الوقت حتى لا يكون من الذين دخلوا واقتحموا الحد، بدل أن يقول يعني الله سبحانه وتعالى في كثير من الحدود يقول لنا لا تقربوها. يعني الآن في الزنا مثلا تلاحظ يقول لا تقربوها. ليش؟ لأنه أصلا اللحظة التي يقف الإنسان على الحد فقد وقع في الزنا. نعم. لحظة اللي فأنت تضع مسافة، تبتعد، تكون في مسافة بينك وبين الوقوع في الأمر، وإلا لو قارفته أو اقتربت منه فإنه قد يقع المحظور. وهذا الذي ننصح به إن شاء الله الصائمين، في أنه على الأقل لا يكونون ممن يطيلون الإمساكية، مثل أنه والله نصف ساعة، ساعة مثلا قبل الأذان، هذا كله تنطع. ولكن أيضا لا نتساهل لدرجة أنه والله أحيانا يعني يتداخل الوقت بشكل كبير على الإنسان. جزاك الله شيخنا. الآن نذهب إلى فاصل ونعاود مرة أخرى. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعاود مرة أخرى. صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعاود لكم من جديد أيها المشاهدون الكرام. وردتنا بعض الأسئلة من الأخت بسمة تسأل: ما هي ضوابط المدن الذي يطيل فيها ما هي ضوابط المرض الذي يحل به الفطر، يعني المرض اللي ضابط المرض. طبعا أول بالنسبة للقرآن الكريم حدد المرض مطلقا بالكامل، كنتم على يعني من كان منكم مريضا،
أي مرض كان ولا في منكم مريضا. اختلف الفقهاء بعد ذلك في التشخيص، يعني هذا التوصيف، توصيف المريض، هل له حد معين أم أنه أي مرض يشعر به الإنسان فهو يسمى إيه؟ يسمى مرض. الموقف الوسط في هذا، ربما الظاهرية ذهبوا إلى أن أي مرض يمكن للإنسان أن يكون يعني يعطيه الحق في الترخص للفطر، ولكن الصحيح والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من أن المرض الذي يعني يعطي صاحبه الترخص في الفطر هو المرض الذي يكون معه مشقة، المرض الذي يكون معه مشقة. وهذه مسألة تقديرية على كل، في نهاية المطاف مسألة المشقة والتعب الشديد، وهل فعلا الإنسان يشعر بأنه كل ما استمر في مرضه استمر في صومه مع المرض يتأذى ويتضرر، هذه مسألة تعود إلى من؟ إلى الشخص نفسه. تعود إلى الشخص نفسه. لكن هم وضعوا العلماء الآن ضابط المشقة، إنه والله المرض الذي على الأقل إما أنه تزداد الحالة المرضية والشخص يشعر بأنه والله الفترة الصباحية كان مرضه أخف، ولما وصل إلى الساعة 12 لقى أن المرض إيه؟ زاد معه. هنا الأفضل له أن يفطر، لأنه ربما تؤدي إلى نتائج قد لا تكون محمودة. الحالة الثانية المشقة، أن الإنسان يشعر حتى لو لم يزداد المرض لكن هو خلاص بلغ مستوى لا يستطيع الاستمرار في صومه، هو يقدر ذلك، لأن مسألة الصوم هي في النهاية ديانة وليست شيء آخر. أنت تدين لله سبحانه وتعالى بصومك وتدين لله بفطرك، وبالتالي أنت الذي تقدر. وهنا طبعا ما يسميه العلماء تحقيق المناط. الآية لما تقول لك والله كنتم مرضى، هنالك مناط يحققه المجتهد، وهنالك مناط يحققه إيه؟ يحققه الشخص العامل. فأنت الآن لما يقول لك الله سبحانه وتعالى، لما يقول لك الأحاديث مثلا يعني في الصلاة، يعني صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع على جنب، الذي يقدر هذه الوضعية هو المكلف نفسه. المكلف نفسه، نحن نقول له إن والله القيام، الشخص الذي يستطيع القيام عليه أن يصلي قائما، ما تستطيع أنت الذي تقدر أنك لا تستطيع. نفس الطريقة بالنسبة للمرضى، المرض الذي يكون معه الفطر وينصح صاحبه بأن يفطر هو المرض الذي يكون فيه مشقة للصائم أو فيه زيادة في مرضه. هذه المسألة على كل في النهاية تعود إلى الشخص. النقطة الثالثة، وهذه أيضا قد ينصح بها كثيرا، وهو بعض الأمراض الأفضل أن يراجع فيها الطبيب، إنه والله هذا النوع من المرض هل ينصح بالفطر فيه أم ينصح بإيه؟ بالصوم. لأنه بعض الناس يعني يظن إنه مرض من الأمراض بإنه والله يا أخي يؤدي إلى الفطر، بينما الأطباء يرون أن هذا المرض عادي جدا، يمكن للإنسان أن يصوم معه، بل يمكن الإنسان أن يكون صحته تتحسن مع الصوم. فهنا الطبيب المسلم الذي فعلا يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقوله للمريض أيضا يرجع في هذا الجانب. إذن عندنا حالتين، أو المجتهد أو العالم يحدد لك الضابط الشرعي، يقول لك والله المرض الذي يؤدي إلى المشقة أو زيادة المرض. أنت بعد ذلك كشخص تحدد قدرتك أو عدم قدرتك، تحدد أنه يزيد معك أو لا يزيد، أو تستشير طبيب بحيث والله يحدد لك هذا المرض ما نوعه وطبيعته، هل فعلا يلزم معه الصوم أو لا. جزاك الله شيخنا. في سائل يسأل، إذا واحد سائل كارلي يقول إذا يصوم وهو موجود في الرياض ويفطر على أذان جدة، يفطر ما هو كان في الرياض فهو صايم في الرياض ويفطر على أذان جدة. لا هذا طبعا ليس صحيح، ليس صحيح. الإنسان يمسك حيث هو، الإمساك في المنطقة التي يطلع فيها الفجر عندك، فهنالك طبعا فروق كبيرة جدا ما بين المناطق. يعني في البلد الواحد يكون هنالك فروق ما بين أهل المدن، بين أهل الرياض وأهل جدة، ما بين أهل جدة وبورسودان، ما بين بورسودان والخرطوم. وهذه فروق معتبرة في الخطوط عموما، في خطوط الطول والعرض، في خطوط الطول بالذات في الكرة الأرضية. وبالتالي على الإنسان أن يمسك في المكان الذي هو فيه ويفطر كذلك في المكان الذي هو فيه. فمثلا إذا أمسك في الرياض ثم سافر إلى جدة، فهنا يفطر بتوقيت جدة، ما يقول أنا والله أمسكت في الرياض وبالتالي أفطر بتوقيت الرياض، لا. فكل إنسان يلتزم بالتوقيت الذي، وهذا الذي أفطر على الأقل بتوقيت جدة، إذا كان التوقيت يتقدم على توقيت الرياض مثلا فهنا طبعا صومه باطل. ولكن إذا كان يتأخر، وهذا واضح معناه يبدو لي، إذا كان هو من أهل الرياض ويفطر
بتوقيت جدة يبدو لي متأخر، مش كده؟ متأخر يعني. أهل جدة يتأخرون، إيه؟ فهذا التحوط في غير محله، هذا التحوط في غير محله. عليه أن يفطر مع أهل الرياض، لأنه بهذه الطريقة معناه يفوت حتى صلاته إذا كان رابط الصلاة بالذات مع الصيام يعني. طيب، جزاك الله شيخنا. هل يوجد أدعية مأثورة في وقت الفطور، وقت السحور، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عموما من المقاصد الشرعية العظيمة في الصيام أن يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وأن يجعل له صلة مع الله عز وجل، وهذه الصلة تتمثل في الدعاء. الله عز وجل لاحظ في آيات الصيام بدءا من قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إلى قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لو سألنا أنفسنا ما طبيعة هذه الآية، ولما جاءت في هذا الموطن على وجه التحديد؟ ليش جاب الدعاء في وسط آيات الصيام؟ نعم. هذه من الحكم العظيمة جدا التي تبين لك أن هذه الآيات مترابطة، وأنها فيها الأحكام وفيها المقاصد. من مقاصد الصيام في هذه الآية أن والله الإنسان يكثر من الدعاء في هذا الشهر المبارك، ويدعو الله سبحانه وتعالى طوال يومه. ومن أفضل أوقات الدعاء لحظة على الأقل ما قبل الإفطار، ولحظة الإفطار، وما بعد الإفطار. هذه كلها لحظات يدعو الإنسان فيها الله سبحانه وتعالى. والصائم له عموما دعوة مستجابة، له دعوة مستجابة عليه أن يحرص فيها. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. استجيبوا لله عز وجل بالدعاء، بمعنى أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك مطالبك، وأن يستجيب لك فيما تدعو به. وهذا دليل الرشد أو غاية الدعاء والاستجابة لله، أنك في النهاية تكون من الراشدين، والشريعة بكاملها في النهاية تريد أن تصل بك إلى هذا المستوى. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم أولئك هم الراشدون، إن لعلكم ترشدون. فالله سبحانه وتعالى يريد منا الرشد، والرشد هو قمة التعقل وقمة الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، والخروج من دائرة السفه. والسفه في حقيقته عدم إحسان التصرف والخروج عن دوائر الحكمة. فالله سبحانه وتعالى يريدنا على الأقل أن ندعوه سبحانه وتعالى. فبالنسبة هنالك على كل الأدعية مأثورة، ولكن الأصل أن كل دعاء ورد في الكتاب العزيز أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشخص عنده حاجات يريد أن يدعو بها فليدعو، الباب مفتوح. لكن هنالك بعض الأدعية ربما مرتبطة بموضوع الإفطار، وهو أن يقول مثلا بعض الأحاديث قد يكون حولها يعني لا أجزم الآن بصحتها، لكن ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذه مثلا من الأشياء التي تقال مثلا عند الإفطار، وغيرها من الأدعية التي على كل يعني كما ذكرت لك كل آيات الكتاب اللي فيها أدعية. ربنا مثلا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كل الآيات الواردة في كتاب الله بصيغة الأدعية هذه محل للدعاء، والإنسان كلما دعا بما هو مأثور فإنه إن شاء الله أدعى وأقرب إلى مراد الله سبحانه وتعالى. ولكن الباب مفتوح، الإنسان عليه أن يدعو دون اعتداء، عليه أن يدعو دون اعتداء. وما هي ضوابط الأدعية يعني؟ لا يعني ضوابط الأدعية عدم الاعتداء، وعدم الاعتداء مقصود به ألا يدعو بما هو محال. ما هو المحال؟ طيب يعني مثلا واحد هو يعني يقول الله اللهم لا تمتني مثلا، هذا اعتداء. صح، لا تمتني. نعم. الله عز وجل كتب بأنه والله كل نفس ذائقة الموت، وحتى قال الرسول إنك ميت وإنهم ميتون. أو يعني يدعو والعياذ بالله بالمنكرات، شخص متعلق بفتاة ولم يستطع التمكن منها فيدعو الله سبحانه أن ييسر له ذلك، هذا نوع من الاعتداء. أيضا بعض الأشياء اللي تدخل في دوائر أيضا الاعتداء أو ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها إثم أو قطيعة رحم. الآثام كل المحرمات لا يدعو بها الإنسان، كل المحرمات لا يدعو بها الإنسان، هذه ما يجوز لأنها إثم. وقطيعة الرحم، الأب لا يدعو على ولده، والأم لا تدعو على ولدها، ولا تدعو أيضا على من هم صلة رحم بالنسبة لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دعوة يدعو بها الإنسان المسلم ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله دعاء صاحبه.
وقطيعة الأرحام كثيرة على كل الدعاوى التي فيها قطيعة للأرحام، فعلى كل لا يكون فيها اعتداء ولا يكون فيها إثم ولا يكون فيها أيضا قطيعة الرحم. هذه تقريبا إن شاء الله ضوابط الدعاء. وأما بالنسبة لما يعني يعتبر شرط أساسي في استجابة الدعاء هو أن يكون الإنسان مطعمه حلال، مطعمه حرام. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قال رب أشعث أغبر يعني يطيل السفر ثم يدعو الله سبحانه وتعالى يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. فالإنسان شرط أساسي أنك أنت أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ولكن نحن في كل الأحوال نسأل الله سبحانه وتعالى أن لأنه حقيقة الشيء المهم الدعاء هو العبادة. يعني حتى في القرآن الكريم يسمي الله تبارك وتعالى الدعاء يسميه عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الدعاء عبادة. والصلاة نفسها هي في النهاية مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من الدعاء. فالذي يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى علاقة وثيقة من خلال الدعاء يصل إلى مرحلة من اللذة بدعوة الله سبحانه، يدعو الله لذة المناجاة. هذه خاصة في الأوقات مثل هذه أوقات الإفطار، قيام الليل، في السحور، في الخلوات، كلما الإنسان اختلى مع نفسه ودعا الله سبحانه وتعالى واصطحب ذلك ربما بالبكاء من خشية الله عز وجل فإنه سيكون إن شاء الله مؤثرا ويكون منتفعا بما دعا إليه، وهنا يكون قد دخل في جنة الدنيا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن لله في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الدعاء، جنة لذة العبادة، لذة المناجاة، لذة تلاوة القرآن، هذه كلها جنان، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فعلينا إن شاء الله أن نلجأ إلى هذه الجنان الواسعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد يعني كثير منا ونحن كذلك يعني مفرطون في هذا الجانب، مفرطون في الدعاء، وللأسف الشديد نحن الآن في بلاء عظيم جدا، بلاء الكورونا، هذا الوباء العالمي. على المسلمين أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم هذا البلاء وأن لا تشغلهم يعني أن القضايا المادية فقط، لأن الدعاء من أقوى الأسباب التي لا تقل عن الأسباب المادية. يعني أن يدعو الإنسان الله هذا سبب شرعي، وأن يذهب للعلاج هذا سبب مادي. أعجب لمن يذهب إلى الأسباب المادية ويتجاهل الأسباب الأسباب الشرعية. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا من أقوى الأسباب هو الذي أليس هو الله سبحانه وتعالى الذي وضع في قانون السببية وضع العلاج مرتبط بالاستشفاء؟ هو الذي فعل ذلك. فعله ذلك في قانونه الكوني. نفس الله سبحانه وتعالى الذي جعل السبب له علاقة بالمسبب وأن هنالك نتائج ترتبط بأسبابها هو نفسه الذي قال لك يا أخي ادعوني أستجب لك. فأعجب أن الحالة المادية الطاغية عندنا الآن أنه والله يا أخي أنا إذا مرضت نعم أذهب إلى الطبيب وأخذ العلاج وكذا، لكن لا يلتفت إلى أنه والله أنا إذا مرضت أو إذا احتجت إلى شيء ألجأ إلى الله. هذا سبب شرعي، وهذا السبب إيه؟ هذا سبب شرعي. سبب شرعي يعني أخذت بالسبب المادي هو سبب شرعي، وهذا سبب أيضا شرعي. فلا بد نحن في هذه الأجواء التي إن شاء الله يعني نعيش فيها نحتاج إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى، وألا نكون ممن قال الله عنهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أصعب شيء أن الإنسان يبتلى ويفتن وينزل عليه العذاب وهو لا يدرك أنه والله هو مبتلى أو أنه نزل عليه العذاب، بل يحاول أن يهاجم من يقول والله راجعوا أنفسكم أيها الناس وتوبوا إلى الله. يقول لك يا أخي كل شيء رابطينه لنا بالذنوب وبالمعاصي. هي كذلك. الصحيح أن المسلم كل شيء يربطه بقوله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يعني الصحابة رضوان الله عليهم لما حصلت عليهم هزيمة يوم أحد تعجبوا، أنهزم وفينا رسول الله، أنهزم وفينا أبو بكر، أنهزم وفينا عمر، هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى في الأرض وأفضل من مشى على وجه الأرض النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يهزمون. فالله عز وجل ابتداء جاوبهم بإجابة عامة أولما أصابتكم مصيبة الهزيمة قد أصبتم مثليها، يعني قبل كده أنتوا انتصرتوا عدة انتصارات أليس كذلك في بدر وفي غيره، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الجواب قل هو من عند إيه؟ من عند أنفسكم.
طيب كيف نعرف أنه من عند أنفسنا؟ الله عز وجل علمنا أيضا في البحث والتحري حتى لا يكون الموضوع فقط يعني جواب عام. قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. فنحن نقول في مثل هذه الأحداث لا بد من مراجعة النفس ومراجعة الذات والوقوف على العوامل المؤدية إلى هذه المصائب التي تنزل على البشر، وألا نمر عليها مرور الكرام، مرور الماديين، مرور الدهريين، مرور الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وأسبابه في الكون، وأن هذه الأمور مرتبطة. فكل ذلك له علاقة على كل بالدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع بالدعاء كثير من المصائب. فإذا مرضت فقل يا الله، وإذا احتجت إلى الأبناء فقل يا الله، وإذا احتجت إلى النجاح في حياتك فقل يا الله، والجأ إليه واسأله ولا تستعجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا ولا يعني لا تستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله، كيف العجلة؟ قال يقول دعوت ربي فلم يستجب لي، فيترك بعد ذلك الدعاء. أنت أدعو، وفيها على كل تفصيل إن شاء الله مسألة العجلة. نذهب إلى فاصل قصير وسنعود لكم بعد قليل. صام وقام وطاف بالبيت الحرام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. صام وقام وطاف بالبيت الحرام. طوبى لمن صام وقام وطاف حياكم الله مستمعينا الكرام. نعاود مع شيخنا الدكتور حسن سلمان. وردنا سؤال من الفيسبوك للأخت بسمة أمل، تقول أنها كانت في إريتريا واقترضت مبلغ من امرأة مسيحية، والأخت الآن في تركيا ولا تستطيع التواصل معها لسداد الدين، فما حكمها؟ بالنسبة لحقوق العباد خاصة المالية، دعنا أول نؤكد بأنه لا علاقة لها بطبيعة الدين.
يعني السؤال هي تقول أخت مسيحية، قد تكون أخت مسيحية، قد تكون أخت مسلمة، على كل حقوق العباد يجب المحافظة عليها وردها. أخذت مال من مسلم، أخذت مال من كافر، أخذت مال من أي طرف من الأطراف، هذا حق للبشر ولا بد أن يرد إليهم طال الزمان أو قصر، فإنه يجب على الإنسان أن يحفظ هذا المال، وإذا وجد طريق أن يرده بأقرب ما يمكن، وإذا لم يجد طريق أو لم يتم التوصل، على كل سيظل محتفظ بهذا المبلغ، ويفضل أن يحتفظ به في صورة ذهب، ولا يعني إذا مال بالذات يعني ما حتى لا يتعرض الأمر إلى انهيارات العملات، يمكن أن يحتفظ بنفس المبلغ في صورة ذهب، ثم يرد يعني وقت ما يتيسر له إن شاء الله ذلك. هذا هو الصحيح أو الواجب، هذا هو الواجب. وهناك شخص سأل كان عليه قضاء أيام ودخل عليه رمضان، فماذا يعمل أو ماذا يفعل؟ دخل عليه رمضان. الشخص أول عليه أن يسارع في قضاء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وألا يتساهل في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حقه عظيم على الناس، وبالتالي من كان عليه صيام رمضان وعليه قضاء فالواجب في حقه أنه يسارع بالقضاء بقدر الإمكان. أقصى حد على الأقل يجب أن لا يدخل عليه رمضان، ألا يدخل أيام من رمضان السابق في رمضان الحالي، ولكن إذا وقع الأمر وليس أمام الإنسان إلا أن يصوم هذا الشهر الذي هو الآن يعتبر عيني، ويصوم بعد أن يكمل رمضان، يقضي قضاءه الفائت مع الفدية، يعني يكون فيه إطعام، يطعم مسكين مع كل يوم من الأيام التي أدخلها على رمضان الحالي. ما حكم البخور والعطر في أيام رمضان؟ وهل يفطر ولا ما يفطر؟ بالنسبة للعطر لا يفطر، وبالنسبة للبخور أو الدخان أو الغبار، وعموما هذه ليست مما يؤكل ولا مما يشرب، وبالتالي يعني بعض المذاهب على الأقل ذهبت في أن موضوع الدخان يفطر، وخاصة المالكية طبعا يشدد في هذا الموضوع، يعتبر أن الشخص إذا تعمد إدخال الدخان على يعني الدخان العادي، طبعا موضوع السجائر والشيشة وهذه طبعا ما محل خلاف، كل يعني العلماء مفتين أنها تفطر، ولكن الدخان العادي الذي تبخر به البيوت وغيرها، هل هذا مما يفطر؟ بعضهم يرى أنه من تعمده وأدخله إلى جوفه فإنه يفطر، فالتحوط على كل من الأفضل أن الإنسان والأحوط له أن يترك موضوع البخور في رمضان في النهار على وجه التحديد، لكن إذا حصل له بشكل غير مباشر أو تعرض لدخان، دخل على منطقة وهو لا يدري، فهذا ربما إن شاء الله لا حرج عليه، فهو ليس في حكم الأكل والشرب عموما. ما حكم البخاخ أثناء الصائم، الناس اللي عندهم ربو؟ لا حرج إن شاء الله، موضوع البخاخ لا حرج فيه بالنسبة للصائم، فهو ليس في حكم الأكل ولا في حكم الشرب، وهو يذهب إلى الرئتين ولا يذهب إلى المعدة، فهو لا أكل ولا شراب باختصار. فعموما الفتاوى الموجودة الآن في المجامع الفقهية أن موضوع البخاخ لا حرج فيه بالنسبة للصائم. وما حكم البلغم أو بلغم؟ الأفضل أن الإنسان موضوع البلغم والبزاق وهذا كل الأفضل أنه يعني يخرجها ولا يبتلعها، أفضل أن يخرجها ولا يبتلعها، وخاصة النخامة هذه أنها مكروهة بلا خلاف، أن الإنسان لا يبتلعها. يمكن البصاق أسهل، الريق قد يكون أسهل ولا يفطر بشكل عام، ولكن النخامة مكروهة، وكراهتها ربما لما فيها من مواد غير صالحة للجسم، يعني هي في ذاتها ليست مفطرة، النخامة في ذاتها ليست مفطرة، ولكن مكروهة لما فيها من مادة ضارة بالإنسان. هل يجوز الإفطار في ظل هذه الظروف مع أزمة كورونا للصائم؟ طبعا أزمة كورونا هي لا تبيح هو يعني أيامنا هذه من حيث الصيام هي أيام طبيعية، كما أننا كنا نصلي في مساجدنا، هي أيام طبيعية، فقط المرضى الذين أصيبوا بالكورونا يخضعوا لأحكام المرضى، يعني من أصيب بالمرض يخضع لأحكام المرض.
لكن هذه الضجة التي نسمعها أحيانا في بعض المواقع أنه الإنسان مثلا يعني يخشى من إصابته بمرض الكورونا، وبالتالي الأحوط له مثلا أن يشرب وأن يأكل وكذا وأن يتقوى، فهذا ليس صحيحا. وهنالك على كل جملة من الفتاوى خرجت مجامع فقهية بأن الإنسان لا يفطر بسبب أنه يتخوف، لا يفطر بسبب أنه يتخوف من المرض، ولكن يفطر في حالة وقوع المرض حقيقة وليس توهما. فالذي نراه الآن هو توهم الأمراض وشعور الإنسان بأنه تقديرات من عنده. حتى الأطباء سألناهم حقيقة في هذه المسألة ولم يثبت أحد منهم بأنه موضوع كورونا مثلا تؤثر فيه حالة الصوم، وبالتالي الواجب على كل قادر يعني على الصيام في رمضان عليه أن يصوم. نعم. جزاك الله خير شيخ حسن وكتب الله أجرك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب استماعكم على هذه الحلقة. نلتقيكم في الحلقة القادمة يوم الأربعاء القادم في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتى رمضان يهدينا السرورا ويملأ أرضنا عطرا ونورا، فكم غمر القلوب عظيم شوق وأيقظ في ضمائرنا الشعورا، ليأتي موعد اللقيا عجولا بالفجر السعد قلدنا النحورا. إذا جاء اللقاء فذاك عيد نعد له الليالي والشهورا، سنحتلب الليالي فيض خير وننزع من دياجيها الشرورا، فتنطلق السعادة في دلال لتغزل من بشاشتها الحبورا، ففيها النور مؤتلق بديع ويدرأ عن عزيمتنا الفتورا. أتى رمضان والأنفاس حرا وجيش الصبر قد ملك القصورا، خيول السابقين لها اندفاع تطالع في المدى خلدا وحورا، وأخزى الناس في رمضان شخص أضاع لأجل شهوته الأجورا، فإن أغراك لاه أو تصاب تذكر إن تناسيت القبورا، وداوي بما استطعت سقام قلب عسى يطوي المصاعب والثبورا، جهاد النفس لو تدري عسير وخير الناس من أمسى صبورا.